السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في أكلة ماما. كل سنة وحضراتكم بخير. النهاردة أول أيام رجب المبارك، قلت بقى أعمل لكم كده تحلية سريعة وفي نفس الوقت تدينا طاقة بمناسبة الصيام في الشهر الحرام. محتاجين بقى عشان نعمل كرات الكاستيلا الشوكولاتة الرهيبة دي مكونات أبسط مما تتخيلوا. حاجات بسيطة، وبصوا مش هتاخد معاكم بجد حرفيا 5 دقايق وهتكون خلصانة. يعني لو جالك حتى ضيوف كده في أي وقت وما عندكيش حاجة ممكن تعمليها تحلية سهلة وسريعة وبسيطة، وكمان طعمها لذيذ جدا. وزي ما قلت هتدينا طاقة لأن احنا مستخدمين فول سوداني، مستخدمين كاكاو، فهتدينا كمان طاقة كده حلوة قوي. عشان بقى اعمل الكرات الجميله دي انا محتاجه بسكوت ساده، ممكن عادي او بالشوكولاته زي ما تفضلي. انا استخدمت عادي وضفت كاكاو. لو هتستخدمي شوكولاته وما تضيفيش بقى كاكاو، هنستخدم من 250 ل 300 جرام من البسكوت الساده، او ممكن اقل، ممكن 200 جرام زي ما تحبي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. محتاجة بقى البسكوت، ومحتاجة كمان كوباية من المكسرات، أي نوع مكسرات بتفضليها. ممكن كمان فول سوداني، أنا استخدمت فول سوداني حلو جدا وهيدينا طاقة. وهفرمه بقى كويس جدا مع بعضه كده ناعم في الكبة أو في محضرة الطعام زي ما احنا شايفين. مش هضيف عليه زبدة خالص لان هو الفول السوداني طبعا فيه زيوت الطبيعية، والبسكوت كمان فيه زيوت، فهو مش محتاج زبدة. هنلاقيه عجين معانا كده ويتشكل بكل سهولة من غير اي مجهود خالص. ضفت بقى معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ممكن محلى براحتك مفيش مشكلة خالص. واربع معالق من السكر البودرة، او حتى لو سكر عادي مفيش مشكلة بس ندوبه في اللبن. ومعايا كوباية بقى من اللبن. هبتدي ان انا اضيفها كده واحدة واحدة، وهقلب بقى كده المكونات بتاعتي لما تمتزج وتعمل معايا كده زي ما احنا شايفين كده ايه، عجين حلو قوي، ناعمة جدا طرية، بتتشكل معايا بمنتهى السهولة. شايفينها عاملة ازاي من غير اي زيوت ولا دهون، وهي عاملة ازاي معانا كأن احنا حاطين عليها زبدة بالظبط. يعني حلوة ومتماسكة وناعمة جدا، تشكل بمنتهى السهولة. هنعملها بقى كده على شكل كرات. ممكن تعملي بمعلقه مثلا معياريه او حاجه، او معلقه الايس كريم، بحيث ان انتي تعملي الكرات قد بعضها، او ممكن تحاولي بقى تظبطيها بايدك. انا ظبطتها بايدي مفيش مشكله خالص. زي ما احنا شايفين ناعمه وطريه جدا، بتتشكل بمنتهى السهوله، مفيش فيها اي مجهود. خلصت بقى الكميه بتاعتي، دخلتها التلاجة ترتاح شويه وتمسك نفسها على ما اعمل الكفر بتاعها، اللي هو بقى عباره عن شوكولاته حليب، شوكولاته بالحليب. ممكن غامقه برضو مفيش مشكله، بس انا حبيت شوكولاته الحليب كمان كلون وكطعم حلو قوي، والكفر بتاعها جميل جدا. وهبتدي كمان ازينها، الزينه هتبان عليها ويبقى شكلها حلو قوي. عملت لها بقى طبعا حمام مائي وسيحتها، وبعدين نزلت بقى بالكرات. خدت كده كفر زي ما احنا شايفين. المنظر اللي انتوا شايفينه ده من غير تلاجة، طبعا الجو برد جدا، فالشوكولاتة اصلا عملت لها كفر كده ومسكت عليها بسرعة جدا. وبعدين بقى الزينة زي ما تحبي، يعني في حاجات انا زينتها بالبسكوت من اللي انا كنت فرماه، وفي حاجات بالفورماسيل ملون، فورماسيل بس بني، وممكن شوكولاتة مبشورة، ممكن مكسرات، ممكن بصي براحتك، الزينة ترجعلك، ترجع حسب الرغبة والذوق. ممكن تسيبيها سادة كمان، وممكن بصوص شوكولاتة او صوص كراميل كده تعملي عليها خطوط، ترجعلك. لكن في النهاية شكل والطعم حكاية.